بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على خير. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما أفتتح معكم وأختتم اللقاء الأسبوعي في برنامج مع اللغة العربية. اليوم الحلقة 117 بحمده تعالى، وفي الحلقة 117 والحلقة التالية سنأخذكم في سياحة مع شاعر إريتري مجيد حقيقة، وهو الشاعر صالح طه. صالح طه أنا حقيقة لم ألتقيه وجها لوجه، ولكنني عرفته عبر ديوانه وعبر شعره الذي نشره قبل فترة من الزمن، وقد التقيت به. حقيقة لم نلتقي، ولكن قرأت من شعره وضربنا موعدا لكننا أخلفناه لصالح إذاعة إرنا الدولية في باريس قبل سنوات عدة. صالح طه شاعر مجيد حقيقة، ومعروف بضميان غدير، وقد أصدر ديوانه الأول تراتيل الغدير، وهو من الشعر الجيد ما في شك، ويحتوي في ديوان واحد 78 قصيدة أو 78 قصيدة، وهي من القصائد الجياد حقيقة. يعني شاعر شاب، وسيرته الذاتية التي بحثت عنها في المكتبة الإلكترونية تقول، وهو الذي نشر هذه السيرة، وتحت صورته يقول: صالح طه شاعر إريتري من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1983. يعني شاعر شاب، يعني 40 عاما إن لم أكن مخطئ. ندخل الآن على 2024، وهو مولود سنة 83. حصل على دبلوم إدارة أعمال، ويعمل مشرف قسم بإحدى البنوك السعودية. صدر له ديوان تراتيل الغدير عام 2016، ولديه مجموعتين شعريتين مهيئة للطبع. شارك بمسابقة أمير الشعراء الموسم الخامس والموسم السادس والسابع على التوالي. شارك في مسابقة كتارة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بموسمها الأول، وتأهل للمرحلة النهائية. قام بتقديم دورات عبر النت لتعليم عروض الشعر العربي، علم العروض، يعني علم البحور والأوزان الشعرية العربية، علم العروض. تم النشر له في مجلات أدبية عربية مثل مجلة شاعر المليون، وصحف عربية مختلفة، وأيضا مجلات إلكترونية. عمل مقابلات صحفية وتلفزيونية مثل القناة السعودية وقناة الجسر الثقافية في تركيا. هويته الأدبية يقدمها في وسائل التواصل الاجتماعي باسم ضميان غدير، لهذا يعرفه الغالبية ويعرفه بضميان غدير أكثر من صالح طه. هذه هي السيرة التي نشرها والأعمال التي قام بمشاركتها. وحقيقة هذا الديوان هو من الديوان من الحجم المتوسط، في 210 صفحة، مطبوع طباعة في غاية الروعة، وهو يعني جيد في مضمونه ومحتواه، وقصائده
في غاية الروعة، ويعتبر من الشباب الشعراء الإريتريين الشباب. في غلافه كتب يقول، وده مقطع من قصيدته: لقد قالوا بأني عفوا لقد قالوا بأن الكي طب، لقد قالوا بأن الكي طب، فما لي ما اشتفيت وبي اكتواء، خطاي تقول للطرقات مهلا، خذيني حيث يفترش الصفاء، فلا ألقى سوى بلدان قهر مسيجة ويحكمها الشقاء. شاعر مجيد حقيقة. آم، طبع الديوان كما قلت 2016 تحت عنوان تراتيل الغدير، وقامت وله رقم إيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية، وأعتقد هو طبع في عمان دار فضاءات. الطبعة الأولى 2016، نعم في عمان. ويقول: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر، تصميم الغلاف وما إلى ذلك. نحن في هذه الحلقة نتشرف أن نرصد ما نشره الأستاذ الشاعر صالح طه، تراتيل الغدير شعر. يقول في الإهداء: إلى أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي، وإلى والدي وأستاذي الفاضل زياد بنجر. وله قصيدة خاصة بزياد بنجر. وفي الشكر الخاص يقول للأستاذ الأخ محسن الوهبي مدير شركة النايفات الأدبية لدعمه لهذا الديوان، وللفنانة التشكيلية سلمى زيادة التي اختارت لوحة الغلاف. هذه اللوحة اختارتها وهي لوحة جيدة. ضميان غدير قدم ديوانه بنفسه. مقدمة ديوان الشاعر صالح طه ضميان غدير، أحسب ذلك، ولا قدمه شاعر سعودي وإعلامي بالمملكة العربية السعودية، هو الأستاذ أحمد آل مجثل الغامدي. لهم التحية آل الغامدي. طبعا آل الغامدي ديل كانوا برضو في إريتريا، من الأسر السعودية المعروفة في إريتريا، آل الغامدي. يقول من قدم هذا الشاعر: حين لا تخون القصيدة صاحبها، فمن المنطق أن يكون الشاعر أكثر وفاء وإيمانا وصدقا بأحرفها ومضامينها وطهارة محرابه الذي يؤم فيه بالنشيد. والقصيدة على مدى إيقاعها واحتفاء الناس، كل الناس وليس فئة النخبة المتلقين، كانت ولا تزال ديوان العرب الأول، وغناءهم وسمرهم وأحجياتهم وصباهم وصباباتهم. وإن كثرت أصوات بعض المدعين بأفواه نجم الشعر وذبوله وتراجعه في خضم مزاحمة الفنون الأخرى له من قصة ورواية وفنون نثرية أخرى، ظنا منهم أنها آتية بما لم تأت به الأوائل، ولا مشاحة هاهنا من الاختلاف والتباين والتضاد. لكننا كما يقول المقدم بلا توان ولا تكاسل سنقول وسنعمل وسنكتب في ميراثنا وحاضرنا ومستقبلنا أن الشعر صوت الأمة وحنينها وحداؤها وأفراحها وأحزانها وودها وشجنها. وبين يدي كما يقول المقدم ها هنا قطاف من ورود وغيمات من فرح وسرور توثبت لها وطربت بها
وأعدت قراءتها أكثر مما تعودت على فعله من قبل، حين يأويني حنين الحروف أو حنين الحرف، وشوشة تشبه في غنائياتها ألحان الرحابنة وأوفياء الفيروزية، هناك في الجبل وهنا في الرمل والسنابل. الشاعر الشاب صالح طه، ذو ولادة ونشأة وتربية في بلادنا، أي بالمملكة العربية السعودية، لكنه ليس منفصلا عن سحنة وسمرة أهله وذويه وعشيرته في إريتريا، ولم ينس أنه من إفريقيا العظمى، يتألم لها وبها وعليها. يقول في مقطع له عن جارة قمره إثيوبيا إريترا، يقول: إريترا لهيب من الحزن والأغنيات، يحرق وجه الحياة، وفي رملها تسكن الشقوات، وتثمر أشجارها حسرة وعذابا. إلى أن يصف حالة التضاد فيقول: إريترا أي رحلة للظلام بك العاشقون، يتوهمون شوقا وودا، أعيدي إليهم زمانا يدورون فيه ومدي الضياء. إنها حالة ليست تشبه غيرها، ولا هو صالح يشبه غيره في صوره عذوبة وسماحة وابتلاء لبواطن اللهفة والجمال. يقول: سيرجع الماء للأنهار ظمآنا، ويمنح الحب للأوطان غدرانا، أبناؤك السمر قد جفت عروقهم، وأنت صرت لهم لحنا وأكفانا. يبسط الشاعر صالح مداه أو مداده كي يرتشف من نهر الوداد حبره وحرفه، ويقارع الخطوب متحديا تارة ومنتشيا أخرى، فيقول: ذكر الحبيبة قلبه فارتاحا، وسقته ذكراها القديمة راحا، لا يطلب الأصحاب ذوقا في الهوى، رضي الغرام فخاضه سباحا. ويستعذب الألم مرة فيزدريه ويباغته لحنا، فيقول: صرنا ندثر بالجراح جراحنا، فتسترت بجراحنا الأجسام. هو شاعر مجيد فعلا. هو يكثر من ذكر محبوبته هيفاء في كثير من قصائده، وله فيها ذلك درب طويل، مرة هيف وهيفاء وهيفاء، وقد تكون من صنع خيالاته أو تيمنا بهيف قادمة. ويريدها ليلى وعبلة وعزة وللناس فيما يعشقون مذاهب. ولن أتحدث أكثر من أحرف السابقة خشية أن أفسد عليكم متعة التذوق لنصوصه الشعرية. في الأخير يقول الكاتب المقدم صالح طه: عاشق حد الوله، وناظم بديع في شعره، يلتزم كثيرا بقواعد اللغة ونحوها وصرفها وموسيقاها، وله صورة آسرة في محراب قصائده. أفرح بقراءتي وتقديمي له ديوانه الأول وحفاوتي به وبأحرفه. صالح طه يستحق أن يأخذ فرصته ومكانته بين الشعراء، لأنه يملك فنا يجاري فيه الجمال. أحمد آل مدثر الغامدي، شاعر سعودي وإعلامي، المملكة العربية السعودية الرياض. ليس هناك تاريخ، ولكن أحسب أنه في ذلك العام 2016. هذه تقدمة جميلة ورائعة جدا من الشاعر والإعلامي. وعندما يكون المقدم شاعر وإعلامي تكون الرؤية قوية. ولكن هناك من الشعراء الذين لا يدلفون إلى أن يقدم لهم آخرون تقدم لديوانهم. هنا يعني الناس مدارس طبعا ومذاهب يعني.
في ديواني الأول الذي طبع بليبيا، ماذا إذا قال القمر، آه، أحسب أني لم أقدمه لشخص عن أن يقدم لي. وفي الديوان القادم إن شاء الله سنرى كيف يكون. لكن لأن هناك من يقول إنه ليس بالضرورة أن يقدم لك أحد، خاصة إذا كنت شاعرا معروفا، لأنه برضو الذي سيقدم لك ربما في طباعة الديوان الأول ربما تحتاج. لكنني حقيقة أميل إنه الديوان هو رؤية شاعر وقضيته ورؤاه وفكره ورسالته ومنهجه في الحياة، فلما يحتاج إلى أن يقدم له؟ وهناك من يرى أنه التقدمة برضو دائما أنت تحتاج إلى، يعني تلجأ إلى من يعني يقدمك حتى يكون هو معروف أكثر منك وكذا. المهم، لكن شخصيا أنا أقول إنه الشاعر المجيد لا يحتاج أن يقدمه أحد، يقدم نفسه بنفسه، قصائد التي تقدمه للناس وخلاص. من تصفحي لهذا الديوان، أنا قرأت هذا الديوان قبل فترة، يعني تقريبا قبل 4 أو 5 سنوات يعني. لكن برضو تصفحت وأنا أعد نفسي للحديث عن هذا الديوان ومحتواه، ونتحدث عنه كشاعر مجيد. البحور التي يحوم حولها الشاعر في الغالب وفي الأغلب أنه يميل إلى بحرين كبيرين حقيقة، وبحر الطويل وبحر الكامل، الشعر العربي. ويقول الشعراء أن الذي يعني يكتب دائما أو يميل إلى بحر الطويل وبحر الكامل يعتبروه من الشعراء المجيدين حقيقة يعني. ولا يدلف إلى هذا البحر إلا شعراء مجيدون حقيقة. فمية عفوا 78 قصيدة، معظمها من البحرين الكامل والطويل. ولكن هذا لا يعني أنه يعني عنده في بحر المتقارب والبسيط، الكامل الطويل، الوافر البسيط الكامل، المختضب البحر الكامل، المنسرح الخفيف. هذه البحور التي وفي قصائد ما عنونة يعني على أي بحر: البسيط، الوافر، الكامل، الوافر، الكامل، الكامل، الطويل، المتقارب، الخفيف، السريع، الوافر، الطويل، مجزوء، الخفيف، الطويل، الخفيف، الطويل، الكامل. هو رجل يميل إلى الكامل أكثر يعني. آه، خيرا أن استهل ديوانه بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، عنوانه محمد صلى الله عليه وسلم، في مدح سيد المرسلين وخير البشر، بحر الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سيد البشرية. حتى اختياره للبحر يعني كان موفقا فيه. وحقيقة أنه الشاعر عندما يكتب قصيدة لا يتخير البحر، هي القصيدة تولد هكذا، بعدين يتدارك. بس هو أول ما يجي يكتب يعرف هو على أي بحر يكتب، ده إذا كان عنده إلمام بالبحور الشعرية وبعلم العروض. والذي لا يعرف، أنا حقيقة لست خبيرا بهذه البحور. بعدين اكتشف أنه قاعد أكتب على الكامل ولا على الطويل وهكذا. فأنا ما عندي علاقة بالبحور، ولكن في الغالب أميل إلى بحر الكامل والطويل في الغالب، يعني في غالب أغلب قصائدي. لكن هذا الرجل الشاعر بما أنه هو يعرف ويدرس علم العروض وما إلى ذلك، فهو عارف بأي بحر يكتب من أول حرف يعني. فيقول: لمولده غنى الزمان وغرد، وعاين بعد الحزن من جاء مسعدا، وليد به يحيى الجديب كأنه سحاب أغاث الأرض
ميلاده الجدى، وليس جنينا تشتكي الطلق أمه، ولكنه الرحمات جاءت لتنجد، وصافحت الدنيا السعود بنوره، أزاح تجليه الظلام وبدد وحيدا يتيما أرضعته حليمة، فأعشب مرعاها الصغير وأرغد، تجسد معنى الصدق من لمحاته، تخيره ثوبا تزياه وارتدى، وكان الفتى المعصوم ليس بعاكف على صنم يدعوه ذو ضلة سدى. وكم أكرم الأنعام في السرح والفلا، وأحسن للإنسان إذ راح أو غدا، أمين ينادى بالأمين لدى الورى، رشيد إذا ما أصدر الرأي أورد، خليق بأن يستأمن المرء مثله، خديجة فاسأل كيف مدت له يدا. تضاعف في أموالها بركاته، إن اليوم يأخذ مالها زاده غدا، بغار حراء قد نأى متأملا، ليدرك سر الكون فيه تعبدا، تحييه أشجار وتأنس صخرة بخطوته، فالكون من حوله شدا، وتعقله الأشياء لو خر ساجدا، تمنت جباها كي تخر وتسجد، وتستروح الأطياب في عرصاته، وتستروح الأطياب في عرصاته، أحاديثه كف تضيء لترشد، لقد كانت الدنيا قبيل مجيئه كسجن دجوجي من الظلم شيد، لصوص وقطاع وغزو، فإن تكن بلا عضد تقض السليب المصفد، تفر من الأسياف بالسيف مرغما، فتقتل من عاد وتروي المهند، ولا عرف إلا القتل والجهل والدماء، إلى أن أتى هذا الرسول مفندا، فأبدلهم رحما بكل ضغينة، وألف بين العالمين ووحدا، وقد وأد الجهل الذي أغطش الحجى، كما وأد الأنثى وأصلح مفسدا، محى بيديه البؤس أمطر رحمة، فأسقى بها الأرواح حبا وأرفدا، أتته براهين الإله ووحيه، بها اختصه الرحمن كي ينشر الهدى، فنادى بنور الله للناس واهبا نجاة وإسلاما ووعدا مؤكدا، دعاهم إلى جنات عدن مبشرا، وأنذرهم نارا ستحرق ملحدا، ويغرف للمغلوب من نبع عطفه، فيرجع كالجذلان من بلة الصدى، نبي من الله الكريم إلى الورى، ويشمل من آذاه حلما فما اعتدى، ولو شاء أمضاه انتقاما بدعوة، تجاب فيفنى كل صلد تمردا، على قدرة يعفو ويكظم غيظه، ليمحو أضغانا كما السيف أغمد، وصدقه المسكين والعائل الذي شكا سيدا بالجور أصبح جلمدا، وكذبه المغرور من حسد أرى أخ الفضل في نعماه دوما محسدا، صحابته من حوله ككواكب يحفون بدرا، وهجه يملأ المدى، أخاف غلوا حين أمدح عاليا،
تجاوز حد المدح، نفسي له الفدا، ولست بمداح لأجل عطية، ولكنني أشدو صلاة لأحمد. ومهما أقل شعرا أجدني مقصرا، أيا شعر قل لي كيف أطري محمدا. لقد لقد أنصفته لقد أنصفته سورة تحمل اسمه لقد أنصفته سورة تحمل اسمه رفيعا، سيبقيه الإله مخلدا. ألملم أيام القصيرات يائسا، وتحملني أيدي الزمان إلى الردى. أرى نوب الدهر الطويل تعاضدت علي، ولم ألق المعين المؤيدا. حروب وتشريد وفتك حياتنا، يمزقنا من رام ملكا وسؤددا. ونحن شعوب عفرت بمذلة إلى الخبز تلقانا، من الذل سجدا. لقد سادنا من بعد عز عصابة، غدا الدين فيهم عاجزا ومقيدا. فمذهج فمذهجرنا القرآن والهدي، لحمنا حلال لفأر فاسق قد تأسدا. فمذهجرنا القرآن والهدي، لحمنا حلال لفأر فاسق قد تأسدا. أيا أمة تاهت قوافلها، فما تعود لترعى في حماها مجددا. وددت لو أني من زماني راحل إلى زمن بالخير كان ممهدا، إلى يثرب حيث اللجوء لأحمد، كميا تراني والهمام المجندة. فأقرأ قرآنا وأشهد غارة، وأنعم في ظل النبي لأسعد، وأصبح درعا دون أحمد واقفا، وألقى سهاما إن أخو الشرك سددا. يعني هذا رجل شاعر مفلق جميل. يا سلام، أحييك صلى الله عليه وسلم، النبي الأعظم سيد البشر وخير البشر. قد أجدت أيها الشاعر المجيد، أحييك والله تحية ملؤها كل احترام وتقدير. وجميل أن تبدأ بخير ما يبدأ به. القصيدة ما مكتوبة، ما يعني لا يكتب هو تواريخ القصائد كما يكتب بعض الناس. هو خلاها هكذا، وزي ما الناس خلت أحيانا لا، كما قلت، لا يقدمون. وأحيانا في وحدين يكتبوا العام، وأحيانا في وحدين يكتبون اليوم والتاريخ والعام. برضو ليس بالضرورة أن يكتب التاريخ. تلك كانت قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت على بحر الطويل. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم الحلقة الجديدة في برنامج مع اللغة العربية. أبقوا معنا سادة المشاهدين والمستمعين. مشاهدينا الكرام، نحن عدنا إليكم وفي رحاب هذا الديوان الجميل للشاعر الصالح طه، شاعر إريتري، ونقرأ عليكم من ديوان تراتيل الغدير. في الجزء الثاني قصيدة إريترا. هو تعمد أن يكتبها إريترا كما يسمعها طبعا، يعني إريتريا هذه حتى الاسم يعني مختلف حوله. الناطقين بالتجرينيا يقولون إريترا، وبالعربية يقولون إريتريا، والذين يتحدثون لغة التجريت في وحدين يقولوا عليتريا. وعندنا أهلنا في العفر هناك بيقولون عريترا. وبعدينك لكن وفي وحدين يقول إريتيريا. برضو عندنا إريتريين بيقولوا إريتيريا، خاصة الذين نشأوا في منطقة الخليج وما إلى ذلك. العرب يقولوا إريتيريا. وفي الإيطاليين إريتريا.
في الأشياء الرسمية تلاقيها هكذا. ومن ملاحظاتي الذين تقدموا في الأعمار حتى الناطقين بالتجرينيا، هي إريترا دي تسمية جديدة بالمناسبة، يعني ممكن في فترة من السبعينيات وما إلى ذلك، ومن منتصف الستينات بدأت الناس المرتفعات يقولوا إريترا والمنخفضات يقولوا إريتريا. لكن من ملاحظاتي حتى في المرتفعات آه إريتريا يقولوا حتى الناطقين بالتجرينيا. والدليل على ذلك مثلا أتو برهان سجيد مثلا، أبو زي ما هجر اللي بيسموه، يعني هو أمير الغناء والتراث الإريتري بالتجرينية، في كل أغنياته يقول إريتريا. فأخونا صالح طه قصيدة إريترا كتبها هكذا، وأنا في واحدة من قصائدي برضو قلتها إريترا لضرورة وزنية كده عملتها. إريترا كما تنطق شفتها باللغة الإريترية. بس عندي ملاحظة في اللغة الإريترية ما هي التجرينية وبس، يعني كان ممكن أن يقول إريترا كما تنطق بإحدى اللغات الإريترية مش باللغة الإريترية. لما نقول اللغة الإريترية زي ما هي مكتوبة، يعني كأننا قاعد نؤكد على أن إريتريا هي عندها اللغة الإريترية التجرينية فقط. لا، واحدة من اللغات الإريترية. إذا صحت عبارة اللغة ممكن أن نقولها التي تكتب والتي، يعني ما في وحدين ينظروا إلى أقول لك لغة ولهجة. لكن باللغات نقول إريترا كما ينطقها اليوم بمنطقة المرتفعات، وهي بلغة التجرين. يعني هي من بحر المتقارب. هذه القصيدة يقول في قصيدة إريترا: إريترا لهيب من الحزن والأغنيات يحرق وجه الحياة، وفي رملها تسكن الشقوات، وتثمر أشجارها حسرة وعذابا. أأسكب لحنا يضمض بالشعر جرحا، أو يضمض بالشعر جرحا يفوق الدواوين لما يسيل، ومن ذا يعيد لأزهارها نكهة العطر والسحر والصبوات، ومن ذا يعيد لأنهارها الماء حين تروي عيون الظماء وكف الأمان العذاب. إريترا أيا رحلة للظلام بك العاشقون، إريترا أيا رحلة للظلام بك العاشقون، يتوهون شوقا ووجدا. أعيدي إليهم زمانا يدورون فيه، ومد الضياء لأعينهم ليروا نورك المستحيل. دع النخلة ينمو بأرواحهم، دع الحبة يمحو الضباب الذي يتسرب فوق الجفون. مشوا بشوارعك الصامتات يسيرون، والبوصلات حنين قديم. إريترا هبي من ترابك ثوبا لنستر عورة حزن طويل. إريترا حزين رغيف الحياة، وأبناؤك السمر أنفسهم أكلتها الكآبة والنكبات. تظل الجوارح معتكفات عليهم، وتنهش أحلام شعب نبيل. أعيدي لهم شهوة الأمنيات غريزة حب، أعيدي لهم نغمة يتوارى بها الحزن تلقف حزن السنين. هذا البحر المتقارب. أنا ما أعرف، هم قالوا العرب كده بس المتقارب، كأنه أقرب إلى قصيدة النثر يعني. وقصيدة النثر هذه عندنا فيها وجهة نظر، وهو لكن شاعر مجيد فقال المتقارب وهو أدرى، والمستمع يدرك الشعر خلونا ندخل إلى البحر البسيط أو بحر البسيط. عدل نجاشي دي من القصائد الجياد يعني. يقول صالح طه: سيرجع الماء للأنهار ظمآنا، ويمنح الحب للأوطان غدرانا.
الشعر لمح تكفي إشارته، يشير إلى التمام بلا تمام. هكذا قال شاعرنا المفلق فراج الطيب السراج. والشعر لمح، الشعر لمح تكفي إشارته، يشير إلى التمام بلا تمام. قال صالح طه: سيرجع الماء للأنهار ظمآنا، ويمنح الحب للأوطان غدرانا، ويولد الفرح الموؤود ثانية، فماذا نعانق أحزانا وأشجانا. يا أسمر، يا أسمر، ما جزاء العاشقين إذا تلحفوك وهاموا فيك أزمانا. يا أسمر، ما جزاء العاشقين إذا تلحفوك وهاموا فيك أزمانا. أبناؤك السمر قد جفت عروقهم، وأنت صرت لهم لحدا وأكفانا. الغائبون بأرواح لقد حضروا، ضيوفهم عانقت بابا وجدرانا. على شوارعك الخضراء أعينهم منثورة تعزف الأحزان ألحانا. مدفونة باغتراب الحب مهجتهم يا أسمرا، فلتعيديهم لك الآن. مدفونة باغتراب الحب مهجتهم يا أسمرا، فلتعيديهم لك الآن. يزلزل الشوق وجدانا إذا ذكروا فيك المغاني، فهل راعيت وجدانا. يا أسمرا، أنت فرض الحب قد خشعت فيك القلوب، وترجو منك غفرانا. يا آية للهوى لولاك ما علموا فقه الغرام، لعاشوا الدهر عميانا. شو الشعر الجيد ده كيف؟ عارف المتغارب ده كيف يا أستاذنا صالح طه؟ يا آية للهوى لولاك ما علموا فقه الغرام، لعاشوا الدهر عميانا. ما زال حبك في الوديان منحسرا، مجرحا بين صخر الصد نكرانا. أشتاق عدلا نجاشيا أيا وطني، أشتاق أن يرجع الإنسان إنسانا. ألا يدوس علينا فيل أبرهة، ألا تمس يد الطغيان أوطانا، أو ألا تمس يد الطغيان أوطانا. أعيد القراءة مرة ثانية، البيتين الأخيرين: أشتاق عدلا نجاشيا أيا وطني، أشتاق أن يرجع الإنسان إنسانا، ألا يدوس علينا فيل أبرهة، ألا تمس يد الطغيان أوطانا. لله درك. في ذكرى يقول، وهي من بحر الكامل: ذكر الحبيبة قلبه فارتاح، وسقته ذكراها القديمة راحا. ذكر الحبيبة قلبه فارتاح، وسقته ذكراها القديمة راحا. جاءت معتقة بنكهتها التي تجد الهموم وتبعث الأفراح. سكبته عيناها فقدم روحه، حتى يكون لعينها أقداحا. يتسلق الذكرى وتسقطه النهى، فيعود كي ينسى هوى ذباحا. يرقى وسلمه الحنين إلى الصبا، من ذا يعيد فؤاده لو طاح. صور جميلة في غاية الروعة. يرقى وسلمه الحنين إلى الصبا، من ذا يعيد فؤاده لو طاح. في لجة الأشواق يبحر عاشقا، ما كان ذا حذر
ولا ملاحا. لا يطلب الأصحاب طوقا في الهوى. الآن أدركت الحياة. مشيت في قصيدة تانية، عفوا، قلبت في، يعني بلعت الصفحة، سوري. لا يطلب الأصحاب طوقا في الهوى، رضي الغرام فخاضه سباحا، دون التفاتة قد مشى برمالها، يرجو الهيام ولا يريد صلاحا. يرجو الهيام ولا يريد صلاحا، ينزو الضياء بقلبه فسماؤه، يقدو بليل النائمين صباحا، متوسد ألحانه وهيامه، تلقاه في جذل الرؤى صداحا، ويطارح الأطياف شعرا في المساء، يكسو الليالي بالغناء وشاحا، ويسائل الأدواح عن ظبي رعى في قلبه، إذ أبصر الأدواح تختاره الأزراء، بل يختارها قد أدمنته وأدمن الأتراح، كم جدلته حبيبة فتانة فقضى لياليه الطوال نواحا. شاعر خطير. هذه القصيدة ذكرتني قصيدة كتبتها قبل أيام، وهي مرثية في البروفيسور الفقيه العلامة رحمة الله عليه الحبر يوسف نور الداي. إن شاء الله نجي نقرأها عليكم في يوم من الأيام. كتبتها وهي حائية وهي على ذات البحر. سبحان الله. عندما دعاني الشيخ العلامة أستاذنا محمد جمعة أبو الرشيد، دعاني إلى أن نتحدث عن سيرة ومناقب العلامة، فعلى نافذة القول دعوني أتحدث قليلا شوية. فقال لي: أنا كتبت مقالة عنوانها دلق حبره وألقى عصاه، فرثيت فيها نثرا، يعني كتبت مقالة، فاستحسنها شيخنا أبو الرشيد له التحية والسلام، فقال لي: يا أخي، ما نجي نتحدث عن الشيخ الفاضل الحبر. فقلت له: خيرا، ولكني خفت في ذات الوقت، يعني خفت من المقابلة أن أكون بين شيخين، شيخ علامة قد رحل وشيخ يتنفس الهواء. إن شاء الله ربنا يزيدك في العمر ومنعة، ويزيدك في العلم والجسم بسطة وعلم. فأحسست بخوف، كيف أكون؟ وفي ذات الوقت تساءلت: لما أخاف يعني؟ ف... فحاولت أن أجيب على خوفي شعرا، وفي ذات الوقت أقول شيئا عن شيخنا العلامة الراحل البروف الحبر يوسف نور الداي. فقلت فيما قلت: أيها المشاهد الكريم، يعني بدأت أتساءل مع نفسي. آه فحاولت الإجابة، والشعراء يتحينون مثل هذه، وقد رثيته إن شاء الله، يعني ربنا يجمعنا به في مستغفر رحمته يعني. فقلت: أبدا أبدا وما خفت الحوار صراحة، وأنا الذي في مهنتي صداحة. أبدا وما خفت الحوار صراحة، وأنا الذي في مهنتي صداحة. أفنيت عمري في الحياة تدافعا بين الضيوف، وأنفسي شراحة. وأحط من غصن لفيء مثمر، أسقي أزاهر ورده فواحة.
أرويه من نهر المعارف مزنة ويشوق لي من دنها ممراحا. بعض الغصون وريفة في دلها، وشبيهة أخرى تنوح نواحا، في طرحها الأخاذ سلى بالحجى، في مسخة الأخرى ضمدت جراحا، شتان بين مشرق ومغرب، شرق بهي مغرب محاحا. هي هكذا الدنيا تمور من النوى في جوفها الزقوم والتفاح. سبحان الله على ذات البحر وعلى نفس الروي. فإن شاء الله يوم كده نجي نقرأ هذه الحائية التي جاءت في يعني قرابة 90 بيتا. ما يميز شاعرنا المجيد صالح طه أن قصائده ليست طويلة وليست قصيرة، ولكن برضو لديه قصائد قصار في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت يمكن ربما أطول قصيدة لديه هي ذلك، ولكنه يعني يتنفس شعرا جيدا يعني. فدعونا الآن لنا بضع دقائق فندخل في تجاعيد الفؤاد. وهو شاعر كتب في الغراميات كثير، يعني هو رجل مغرم، وهكذا ربما يعني ضميان غدير، ولذلك تراتيل الغدير هو ما لم يعنون هذا العنوان آه، إلا لحكمة. فكتب في الغزل كثير يعني، لكنه غزل عفيف يعني. فتجاعيد الفؤاد، شوف العنوان جميل كيف، تجاعيد الفؤاد على بحر الكامل كذلك. وبحر الكامل التي والقصيدة ذكر الحبيبة قلبه فارتاح، وسقته ذكراه القديمة راحة. هذا بحر الكامل، وهذه نفسه برضو من بحر الكامل لكنها بائية. هي القصيدة ما طويلة. آه يقول الشاعر صالح طه في تجاعيد الفؤاد، هذا الفؤاد الناس اللي بيشوفوه هو عمل فيه تجاعيد. يأسا يأسا سكنت وخاطري والتاب، وحضوري المكسور ذاك غياب. هذه تجاعيد الفؤاد كأسطري، فيها تزاحم من أسايا عذاب. ومحاجر الأيام تروي قصة لي في المساء فصولها الأوصاب. الليل وحش والفؤاد فريسة، وهموم روحي والظنا أنياب. تخيل هذه الصورة، الليل وحش والفؤاد فريسة وهموم روحي والظنا أنياب. الليل يبعث ما دفنت من الأسى، كي لا تكون لفرحتي أسباب. يعلو ويهبط مطمحي فكأنه سيزيف، لا يحنو عليه جواب. أنا ما عارف، خايف يكون الشاعر سيزيف ده ما أظن اسم سيزيف مثلا، في واحد ممكن يقولوا كده، لكن أنا أميل فكأنه سيزيف لا يحنو عليه جواب، أو سيزيف لا أدري. لو كان اسما كان سيضعه بين هلالين، لكن كيف يستقيم المعنى؟ يعلو ويهبط مطمحي فكأنه، المهم سيزيف لا يحنو عليه جواب. عموما الآن أدركت الحياة، فإن تكن دارا تضيء فنورها كذاب. نعم، الآن أدركت الحياة. برضه هو يعني شعره فيه شيء من الحكم، وفي قصائد فيها حكم بالغة، وكأنه قد عمره وهو شاب صغير يعني. ولكن إنما المرء بأصغريه
قلبه ولسانه. هذه مقولة قالها لأمير لعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس عند البعض، وحقيقة هو هكذا. فجاءت مجموعة من الناس يبايعونه، فلا بد أن يتقدم مجموعة جاءته من الأمصار والأمصار يعني. فقدمت الصبي الطفل الصغير، ولحكمة سأل عمر بن عبد العزيز، ما قال لهم أليس منكم رجل رشيد، ولكنه تساءل ما فيش غير هذا الغلام الصغير يعني الصبي. وكان الصبي فصيحا بليغا، فقال له يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإن وهبه الله لسانا حافظا، لسانا ذاكرا عفوا، وقلبا حافظا، فقد اختار له فيما معنى الكلام. وبدأ يتحدث ويقدم البيع باسم مجموعته، والأمير الخليفة يستمع إليه. فثبتت المقولة إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وأخذ يتحدث بفصاحة وبلاغة. فشاعرنا صالح طه على الرغم من تجربته في الحياة هو شاب، لكنما المرء بأصغريه. فيقول الآن أدركت الحياة، فإن تكن دارا تضيء فنورها كذاب كالبيد، تترك النفوس بجوفها عطشا دعاها للضياع، سراب ذل الحياة يخون صاحبه ولا يرعاه إن لم يرعه الأصحاب، لغة الشكوك تناسلت فيها فما تلقى اليقين ولا يقيك صواب. هذه حكم بليغة. نقرأ القصيدة الأخيرة وهي تاج الهوى من بحر الطويل. يقول الشاعر صالح طه في ديوانه تراتيل الغدير: مسافة حب ليست تطوى فتقتصر، أو مسافة حب ليست تطوى فتقتصر، وعمر كما المزن يهمي ويقطر، ويسقط بعضي فوق بعضي من الجوى، كأني كلام حائر متبعثر. مسافة حب ليست تطوى فتقصر، وعمر كماء المزن يهمي ويقطر، ويسقط بعضي فوق بعضي من الجوى، كأني كلام حائر متبعثر، ويطردني الدرب الذي فيه خطوتي، فأهرب للبحر الحنون وأبحر. على ساحل الأحزان، على ساحل الأحزان ألقي متاعبي، أمد فؤادا جاء للحزن ينثر، وأطرق أبواب الكلام متيما، أقسم أوجاعا على السطر تزهر، ويأخذني ذل النخيل توددا، فيشرب من دمعي غديرا فيثمر. هوى في ضلوعي ليس فيه نهاية، هوى في ضلوعي ليس فيه نهاية، إذا رمت أنهيه يطيب ويكبر، وصاحبة أطيافها تملأ المدى، ترتل آيات الهوى وتفسر إلى حسنها المائي، تصدى جوارحي إلى وجهها الضوئي، بالقلب أنظر أقول لها والنبض تاج
من الهوى تعالي إلى حكم فحسنك أيسر. وشاعر مجيد وشاعر مفلق يعني. لك التحية شاعرنا الجميل صالح طه. سنتوقف هنا، وكل قصيدة والله أنا تذكرني قصيدة على هذا البحر الطويل. كتبت في رثائي برضو فراج طيب السراج، هي ليست رائية، ولكن أقلب طرفي في الخيال وأرمق على ذات البحر الطويل. أقلب طرفي في الخيال وأرمق بشوق فصيح عن لساني ينطق. بليت به دهرا مشوقا مولها، ويزداد لهفي كلما لاح بيرق. من المحفل المزدان بالحب والصفا لآلئ يكسوها عبير فتفهق. إلى مهرجان الشعر المهم إن شاء الله يجي يوم كده نقرأها لكم طوق وشوق. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد، وسنسوح في هذا الديوان إن شاء الله. لك التحية الشاعر المجيد، ونسأل الله أن يجمعنا بك مرة كده نقلب لك تلك المواجع. ولك منا ومن المشاهدين الكرام أطيب تحية، وتحية شكر وتقدير واحترام، فأنت شاعر مجيد. أيها المشاهدون الكرام، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. كنتم في حلقة في برنامج مع اللغة العربية، وقد تصفحنا شيئا من قصائد الشاعر الإريتري المقيم بالمملكة العربية السعودية الشاب صالح طه. قرأنا من تراتير الغدير مجموعة من قصائده. سنسوح وإياكم ونتجول في حديقته الشعرية الغناء. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه لكم محدثكم أحمد شريف. تحياتي والزملاء المشرفين والمخرجين الذين يخرجون هذا البرنامج بالشكل الذي ترونه. أسأل الله أن يجمعنا بكم مرة قادمة إن شاء الله. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.